ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى شوربة السمك، طعمها تحفة وهندشينا كده في الشتاء. لكن قبل ما اقول نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هنجمع بعض طماطم هنقطعها قطع صغيرة، وهنجمع بعض توم وفلفل. انا فروم كويس في الكبة، ونحط الكمون والبهارات التوابل الموجودة عندك متاحة. هنجمع بعض بصلاية نقطعها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده. والسمك طبعا هننضفه كويس وهنتبله زي ما انتم شايفين كده. انا مقطعة ظهر السمك شرايح علشان خاطر التتبيلة اللي انا عاملاها تبقى كويسة فيها وتبقى طعمها حلو في نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ما حطيتش في مع الثوم والفلفل ليمون، انا حطيت على الوش كده عشان ريحتها تبقى حلوه. طبعا نجيب مع بعض بصلايه هنقطعها زي ما انتم شايفين، هنحمرها تحمير خفيف كده. طبعا التوابل اللي هي متاحه عندك عادي تحطيها، ومفيش اي مشكله خالص اللي موجوده عندك. احنا عاوزاها تاخد اللون الذهبي شويه. طعمها روعه والله، وهتتبسط منها قوي، واطفالك هتحبها قوي. يعني اهم حاجه شوربه الخضار ديت، شوربه السمك حلوه قوي لاطفالك. زي ما انتم شايفين كده طبعا كان في شويه تتبيله فايضين. تمام. اللي هي بتاعت الفلفل والثوم، حاططها كده معايا الوش. وده طبعا تقليبه السمك زي ما انتم شايفين كده. وبعد طبعا ما شوحت السمك الشوح معانا، حطينا طبعا الطماطم بتاعتنا. نحط بقى كمونك بهاراتك وكل حاجة موجودة عندك تحطيها، بس ما تكتريش في الملح علشان التتبيله كلها احنا عملناها قبل كده كان فيها الملح بتاعها. نحط بقى كوبايه من الميه زي ما انتوا شايفين كده، بس ما نكترش لها الميه علشان السمك مش يتعجن معانا. طبعا نجهز طبعا مع بعض الرز بتاعنا الحلو ده. طبعا نجيب بصلايه نقطعها شرايح صغيره. وبعد كده تحط طبعا كمونك بهاراتك، تحط طبعا الكركم بتاعك. اهم حاجه الكركم ده، الكركم بيخلي فيه نفس للرز وشكله حلو قوي. شايفين؟ وطبعا هتحط طبعا الرز بتاعك. هتحط طبعا كوبايتين من المية، كوبايتين من المية الكبيرة. وحسب الرز بتاعك، في رز بيعوز مية كتيرة وفي رز لا، يعني حسب الرز بتاعك. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، الرز بتاعنا استوى. هنوطي بقى عليه، هنهدي عليه شوية. تمام. طبعا السمك بتاعنا طبعا بدأ اللي هو استوى شوية كده وعد طعمه حلو بقى. ايه، هنهدي عليه شوية. شايفين الرز؟ احنا بقى هنزيل بقى مع بعض كده الطبق بتاعنا الرز الحلو ده. انا بحب اعمل كل حاجه لكم علشان خاطر قدام منكم، علشان خاطر البنوتات اللي لسه بتبدأ تطبخ تتعلم. عشان في بنوته طلبت مني لو سمحت انا عاوزه اتعلم كل حاجه منك. فانا بحاول ان انا ايه، يعني اعمل لها حاجات خفيفه كده على قدها علشان خاطر تتعلم. زي ما انتوا شايفين كده. واو على شوربه السمك ديت، طعمها روعه والله والله تحفه، وحلو قوي للاطفال. طبعا السمكه زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجه السمكه تبقى طالعه معانا كويسه، وخلي بالك لا تتهري منك. زي ما انتوا شايفين كده الشوربه بتاعتنا طعمها خطير، شكلها روعه والله. انا اتبسطت منها قوي واولادي حبوها الحمد لله. يا ريت تجربوها. شايفين الطعم؟ طعمه روعه.
بألف هنا وشفا يا حبيب قلبي على قلبكم. والله والله وصفة حلوة قوي، وتجربها لأولادك، مش لازم سمك معين، أي نوع سمك عندك، مش هنصعبها على نفسنا وعلى عيالنا. بألف هنا وشفا يا حبايبي، مع ألف سلامة. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وأتمنى منكم دعوة حلوة منكم. مع ألف سلامة.